السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناتي وقناتكم قصص وعبار ستوري بيضود. ونبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بالصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. بالنسبه للناس اللي ما كنبارطاجيش القصص ديالهم استسمح كنعاني من واحد الضغط في الرسائل ديالكم، سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه المطوله. هذه القصه ديال اليوم ديال واحد المتتبعه ديالي اللي بغات تبارطاجيها معكم وكتنتظر ارائكم وتعاليقكم. خليو لها نصائحكم في التعاليق. كتقول لي السلام عليكم اختي دودو، سلام المتتبعين والمتتبعات ديالك الغزالين. اختي انا حامله وقريبه نولد. لوسي قال للراجلي ما تشري والو، راه غنعطيك الناموسيه وكل شيء اللي كيخص بالبيبي، كل شيء ديال بنتي غادي نعطيهم ليك حيت هو ما بقاش محتاجهم. قال ليه راجلي واخا، يعني الهضره دارت ما بين الرجال. صافي هو اقترح عليه داك الاقتراح، راجلي وافق بما انه كلشي باقي عنده نقي وكلشي زوين. قال راجلي مرحبا. المهم جا عندي راجلي قال لي ها شنو قال لي خويا وها شنو قلت ليه انا الله يعطيه الخير. صافي هادشي منين كنت في الاول ديال حمالتي. صافي دازت واحد المده وحنا على هاد يعني حنا صافي عوالين على هاد القضيه. من بعد لوسي رجع اتصل براجلي وقال له راني جمعت لك كل شيء اللي خاص بالبيبي وكنتسناك غير امتى تجي تاخدو او لا امتى تبغيني نجيبو ليك. هو يقول ليه راجلي بلا ما تعذب راسك انا نجي من موراه، شوف نهار اللي نكون خاوي ونجي ناخذ عليك داكشي. صافي قال له خوه مرحبا، انا غادي نخليهم لك في البيت اللي في السطح، حتى الا ما كنتش انا في الدار طلع نيشان للسطح وهزهم. انا راني وصيت فلانه زعما على مراتو، قال له راني وصيتها باش تجمع حتى داكشي اللي باقي ناقص وطلعوا للسطح، وقلت ليها على اساس انت راك غادي تجي تاخذهم. صافي الهضره وقفات هنا، وانا وراجلي ما شرينا والو للبيبي، ولا راجلي بالاحرى اللي ما بغى يشري ليه والو، لا حويجات لا حتى شي حاجه، فقط شي حويجات اللي بساطين، حيت صافي داير في بالو راه خوه غيخلي له داكشي كلشي جديد ومازال نقي. صافي دابا قربت نولد ما بقى لي والو، قلت الراجلي لا ضروري ما تبقاش تاجل، سير جيب داكشي باش اللي نقيوه، اللي محتاجه كالصباغه نصبغوه. بالنسبه للناموسيه يعني بحرا قدنا الوقت، وحتى انا نرتب داكشي على كانتي ونجمع حويجاتي على كانتي باش حتى الا شدني الوجع نكون واجده. صافي هو هز التليفون ديك الساعه واتصل بخوه قال له انا في الدار، اجي الا بغيتي عندي وطلع خذ داكشي اللي اتفقنا عليه. صافي راجلي هي هذيك، حيت انا بقيت محكر عليه باش يجيب لي الحويجات، قربت نولد وما بقى لي والو، خصو ضروري يجيبهم لي. صافي هز طوموبيلتو ومشى عند خوه ديك الساعه. طلعوا هو خوه للسطح باش يقلبوا على هذوك الحويجات. المفاجاه انهم ما كيلقاوش داكشي وما كيلقاو والو من داكشي، والبيت فيه فقط شي حوايج اللي ما بيهم غرض هكا كيلوحوهم تما. كانوا غير راجلي لوسي تفاجأ ما كاين والو اللي خاص بالبيبي. سونا على مرتو ما كانتش في الدار، قال ليها فين داكشي اللي كان هنا اللي قلت لك راه غادي نخليه لفلان، زعما على راجلي. هي ردت عليه وقالت ليه راه بنت خالتي حملات وديتهم ليها. قال ليها ياك وصيتك هاد شهوره هادي راني غادي نعطيهم لخويا. قالت له بصح راه نسيت. راجلي شافهم هكاك، يعني الراجل ما بين مراته كيتناقشوا، قال له راجلي صافي معليش ماشي مشكل، ما بغاش يخلق ليهم شي مشكل بيناتهم ويكون هو السبب. صافي راجلي جاهز طوموبيلتو جا لعندي قالها ليا
ما نكذبش عليكم البنات، انا بحال صرفقتيني، بقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش كيفاش جاني الخبر، حيت انا هذه اول حماله ليا، وكنت كنتمنى حتى انا تكون عندي بنيته، وربي رزقني بنيته، وكنت بكل صراحه باغا نشري ليها كل شيء جديد، حيت اول ولاده ليا واول فرحه ليا، بغيت ناخذ كل شيء جديد. ولكن منين لوسي قال لك غادي يعطينا كل شيء، صافي سكت انا وقلت معليش، بلا ما نقر، بلا ما نخسر الفرحه ديال راجلي ولا الاخوه ديال راجلي مع خوه، صافي خلينا ناخذ داكشي. واصلا ما جاتش نقول ما بغيتهمش، حيت داكشي اصلا ديالو مازال نقي وحشومه، غادي يقولك غير ما رضيتش بيهم. وفي المقابل البنات شوفوا هي اش دارت، حسيت بواحد الاهانه ما نقولش لكم، فقصاتني يا البنات، فقصاتني واحد الفقصه اللي ربي عالم بها وانا كرشيل فمي. بيت هذيك الليله كنخمم، ما نعشت بالتخمام، حيت جاتني ما رضيتش، جاتني بحال طيحات بيا، جاتني في شكل وجاتني ناقصه بزاف بزاف. والمشكله البنات هاد مرت لوسي كو كان غير بيني وبينها شي مشكل ولا شي عداوه، انا راه ما بيني وبينها والو، بيني وبينها غير الخير والاحسان، ما بيناتنا لا الشر لا والو. هي عروسه قديمه تزوجات بلوسي من شحال هادي، وعندهم وليداتهم الله يخليهم ليهم. انا يلاه تزوج، مازال ما كملت حتى العام ديالي باش تزوجت، مازال البنات ما بيناتنا شي علاقه هكا، ما مدخله معاها ما والو، ما كاين لا شد ليا نقطع عليك غتقولوا لي لا بيناتكم شي حسابات ولا، ما بيناتنا والو البنات. بالاضافه اني مشيت لدارها مره وحده اللي كانت عرضاتنا، مشيت ليها وهي جات عندي 2 مرات بالحساب، يعني لا زياده ولا نقصان. حتى هذيك العلاقه ديال كما كنقولوا سير عندي واجي عندك، راه ما كايناش بيناتنا، رغم اني يعني تقريبا غادي نكمل عام وانا كنعرفها. ومني كتجي عندي ولا كنمشي عندها في هاد 3 المرات اللي قلت لكم، هضرتنا كتكون رسميه وكتكون معبوره، يعني هضره بحال شي واحد براني. وحتى حماتي ما كنتجمعوش عندها، حيت هي ما كتقدرش على الصداع، مريضه الله يشفيها فيها. كنديروا النوبه اللي بغى يمشي يشوفها، كل مره كيمشي واحد يشوفها، باش هكا ما نتجمعوش ونصدعوها، لان مريضه كما قلت لكم، الله يشفيها ويشفي الجميع. واللي دابا منوغشني في راسي هو هاد التصرف ديالها اللي ما فهمتوش. هي عارفه ان راجلها غادي يعطي لراجلي هادوك الحويجات مده هذه من بدايه الحمل، وهي عارفه هاد الشيء، وفي الاخير جات بحال هكا وعطاتهم لبنت خالتها. هي بنت خالتها داك رزقها جابوا لها الله، ولكن حشومه الصراحه انا حطاتني في واحد الموقف اللي خايب وما رضيتش نهائيا. نتمنى من الناس ديالك اختي دودو يعطيوني شي حجه ولا شي حاجه باش يبردوا عليا بزاف، حيت كما قلت لكم راني مفقوصه بزاف بزاف. وشكرا لكم، وسمحوا لي الا طولت في الميساج ديالي. اختي شنو غادي نقول لك، اول حاجه الله يفكك على خير اختي، وما تفقسيش راسك، هما فقط حويجات، وكما هي راه ما بقات محتاجاهم، حتى انت غادي راه مده وغير واحد المده قصيره وما غاديش تبقاي تحتاجيهم، يعني البيبي دغيا كيكبر، وما ديريش في بالك، صافي اعتبريها ماشي من رزقك ولا ماشي مرزق البيبي ديالك. هادشي اللي نقدر نقولك اختي، والله يصلح الاحوال بيناتكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.